تخيل تصحى فجأة تلاقي كل حساباتك مقفولة، صورك الخاصة وشغلك حتى حسابك البنكي اختفى. طب مين عمل كده؟ يا ترى هاكر محترف ولا غلطة صغيرة منك؟ الحقيقة ان الفرق بين الامان والكارثة نقرة واحدة بس. انا سيكلينج، ودي سلسلة من الصفر للاحتراف في السايبر سيكيورتي. النهاردة هديك الخريطة الكاملة لتعلم السايبر سيكيورتي، هعرفك فيها تتعلم ايه وتتعلمه ازاي وكمان بأنهي ترتيب عشان تتحول من مبتدئ لشخص فاهم وواقف على أرض صلبة. اسمعني للنهاية لأن الفيديو ده هيوفر عليك شهور من التوهان. وكمان قبل ما نغوص في التفاصيل، لو دي أول مرة ليك معانا اشترك في القناة دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واخبط لايك بإيدك الحلوة عشان يوصل لناس أكتر تستفيد. وكمان كل الملخصات والملفات اللي ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة على قناة التليجرام اللي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. يلا بينا نبدأ. خليني احكي لك حكاية سريعة. زمان كنت فاكر ان الادوات لوحدها تكفي، فتحت اداة اتنين وتلاتة وبعدين خدت الصدمة. انا مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل جوه الادوات. ومن هنا فهمت اول قاعدة: لو مش فاهم الكمبيوتر كويس من جواه هتفضل مستخدم وعمرك ما تكون محترف. خلينا نبسط الصورة شوية عشان تكون فاهم الموضوع بشكل ابسط. عايزك تعرف ان المعالج بالنسبة للكمبيوتر زي مخ الانسان بالظبط، بياخد اوامر وينفذها فقط لا غير. والذاكرة المؤقتة اللي هي الرامات دورها ان انت تحط فيها الحاجات اللي شغالة دلوقتي. كمثال مثلا انت بتستخدم اللعبة دي ملفاتها كلها موجودة على الذاكرة بتاعة الجهاز نفسها اللي هي ذاكرة التخزين اللي هي الهارد ديسك. واللعبة نفسها لما تفتحها في الوقت الحالي بتكون معتمدة على الرامات مش على الذاكرة لوحدها. والحاجة اللي بتخلي اللعبة دي تشتغل وتديك الأداء اللي انت بتدور عليه وبتكون عارفة كويس انت بتعمل ايه او هتعمل ايه هو المعالج، لان هو اللي بيحلل الحاجات دي كلها وبيظبطها لك. طب ليه الكلام ده مهم؟ عشان كتير من الهجمات دلوقتي والثغرات بتحصل بسبب سوء إدارة للذاكرة أو تصرف غير متوقع من برنامج معين أو تعامل غلط مع ملف. لو فاهم يعني إيه عملية شغالة وعملية فرعية وصلاحيات وملف بيتقري ويتكتب، ساعتها لما تشوف خلل هتفهمه وتقدر تصلحه. اللي مطلوب منك هنا انك مش تبقى عالم ذرة في الموضوع، لا خالص. مطلوب بس اساس قوي انك تعرف تفرق بين الذاكرة المؤقتة والتخزين الدائم، تعرف يعني ايه نظام تشغيل يدير عمليات وصلاحيات، وتستوعب فكرة برامج بتتكلم مع اعتاد عن طريق طبقات معينة. قيسها بقى على حياتك. لو بتصلح عربية لازم تكون عارف الموتور شغال ازاي، مش بس تدوس بنزين. وبنفس المنطق المعرفة دي بتخليك تقرأ كل المشاكل الخاصة بالأجهزة والنظم بس بعين مختلفة. لو حسيت ان الكلام ده تقيل شوية عادي جدا، المهم تبني القاعدة طوبة فوق طوبة، وانا معاك في السلسلة دي خطوة بخطوة. هقولها لك بصراحة، لو مش فاهم شبكات مستحيل تبقى هاكر او خبير امن صح. ليه؟ لان كل حاجة حوالينا بتحصل على الشبكة. الموقع اللي بتزوره، التطبيق اللي بيتواصل مع السيرفر، الخدمة اللي بترد عليك، كل ده عبارة عن شبكات. خليها بصورة حياتية بسيطة نتكلم ونوضح الموضوع بطريقة أبسط شوية. عنوانك على الإنترنت هو بالظبط زي عنوان بيتك، من غيره محدش يعرف يوصلك. الأبواب اللي في الكمبيوتر اللي هي البورتات أو الخدمات، كل باب بيخش على خدمة معينة. القواعد اللي الأجهزة بتتكلم بيها اللي هي البروتوكولات. والحارس اللي واقف على الباب اللي هو الجدار الناري أو الفايرول. النفق السري اللي بيخبي طريقك وانت رايح للمكان ده اللي هو الVPN. شوف بس التشبيه ده، تخيل ان انت رايح مشوار وركبت اتوبيس بعدين ميكروباص وبعدين مترو. ده بالنسبة للناس اللي في مصر طبعا. لو حد بدل لك محطة واحدة بس هتوصل لمكان تاني خالص غير المكان اللي انت كنت رايحه. فنفس الفكرة بالظبط مع البيانات، نقطة تبديل صغيرة جدا تغير مصير اتصال بالكامل. وبرضه احكي لكم قصة واقعية حصلت مع شخص انا اعرفه. الشخص ده هو يبقى واحد صاحبي. في مرة الشخص ده كان قاعد في كافيه متصل بواي فاي عام. بعدها حصلت حاجة غريبة جدا استغرب لها، ان في رسائل غريبة بتتبعت من الاكونت بتاعه
لبعض الأصدقاء اللي موجود عنده على الأكونت. ايه السبب بقى؟ ان الشبكة اللي هو متصل فيها ديت ما كانتش متأمنة. يعني مش لازم هاكر خارق عشان يعمل حاجة زي كده، لا خالص. احيانا بس اعداد غلط او شبكة مفتوحة كفاية عشان تبدأ تبوظ لك حاجات كتير، وتكون يعني السبب في ان هي تبقى خلقة عندك ثغرة معينة من غير ما انت تاخد بالك. الفهم الصح للشبكات يخليك تحلل اي اتصال قدامك، تعرف اذا في حد بيتلصص عليك او على الداتا بتاعتك، وكمان تعرف ازاي تحمي نفسك كويس. بص، الكلام النظري مش كفاية. لو عايز تمارين عملية وقانونية تتدرب بيها على تحليل الشبكات بنفسك، انا مجهز لك لابات وتمارين حقيقية، كلها ان شاء الله هتنزل على قناة التليجرام اللي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. اشترك هناك عشان تلاقي كل حاجة مترتبة ليك. اللي لازم تطلع بيه من الجزء ده، تفهم يعني ايه عنوان الاي بي، تفهم يعني ايه الخدمه او البورت، تفهم يعني ايه بروتوكول اللي هو قواعد الاتصال، تفهم ان الاتصالات ليها طبقات او لايرز، واي خلل في طبقه واحده ممكن يوقع الاتصال كله، وتفهم ان التشفير مش رفاهيه، ده خط الدفاع الاخير لاي اتصال حساس. لينكس مش مجرد نظام تشغيل، لا، لينكس هو البيئة. ليه؟ لأنه بيديك سيطرة كاملة على النظام، وكمان بيديك كمية أدوات مهولة ومحترمة جدا، وكل حاجة بتكون واضحة قدامك. ودي بتكون أول صدمة لأي مبتدئ. يعني إيه كلها أوامر؟ يعني أنا مش هقدر عليها؟ هو في البداية أيوة، بس صدقني لما تمشي أسبوعين تلاتة على النظام وتتعامل معاه، هتلاقي نفسك بتتحرك أسرع 10 مرات من أي واجهة GUI أو واجهة رسومية في أي نظام تشغيل تاني. ليه؟ لأنك مش بتحتاج تدور على زرار، أنت بتطلب اللي أنت عايزه بشكل مباشر من خلال التيرمينال. طب إيه اللي يهمك في البداية؟ يهمك إنك تفهم شجرة الملفات، فين النظام، فين المستخدمين، فين الإعدادات، فين السجلات، تستوعب فكرة الصلاحيات، مين يقدر يقرأ ومين يقدر يكتب ومين يقدر ينفذ ومين عنده الصلاحيات يعمل التلاتة مرة واحدة. وعندك إنك يكون عندك القدرة والتعود إنك تدير برامج شغالة وتتابع الموارد الخاصة بالجهاز، وتفهم النظام حاسس بإيه دلوقتي أو إيه وضعه دلوقتي. هديك تشبيه بسيط كده عشان تفهم الموضوع. فكر في لينكس كده كأنه ورشة حدادة، كلها أدوات، وكل أداة من الأدوات دي بيكون لها وظيفة، وانت اللي بتركبها بالطريقة اللي تخدمك انت. اللي بيتعامل مع لينكس باحتراف بيبقى مرن وسريع ومش محتاج ينتظر حلول جاهزة أبدا. ودي نصيحة عملية صغيرة عايزك تكون حاططها في دماغك دايما. اعمل لنفسك عادة يومية، خلي عندك ربع ساعة بشكل يومي كل يوم، افتح لف في الملفات، غير صلاحيات، راقب العمليات. شهر واحد بس كفاية يخليك مرتاح جدا 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 في استخدام لينكس. اكتر سؤال بيتكرر وبشوفه بيظهر قدامي او بيتسأل لي انا شخصيا، هو هل لازم اكون مبرمج ومبرمج شاطر عشان اقدر ابقى هاكر اخلاقي؟ الاجابة لازم تكون انك فاهم في البرمجة، مش شرط انك تكون عبقري فيها او شاطر فيها للاخر، لكن لازم تكون على الاقل خالص معاك الاساسيات اللي تخليك تفهم كود لما تشوفه، تعدل ادوات بسيطة لما تحتاجها، وعلى حسب احتياجك انت وحاجتك تكون عندك القدرة ان انت تقدر تعمل ده، انك تقدر تفكر بشكل منطقي منظم. طب ابدأ بايه؟ ابدأ بسكريبتات بسيطة جدا تساعدك تخلص شغل متكرر في ثانية، بدل ما يكون مثلا هياخد منك 10 دقايق. انك يكون عندك القدرة على التفكير في المدخلات والمخرجات، او لو دخلت بيانات بشكل معين البرنامج هيعمل ايه، وهل ممكن يتلخبط ولا لا. انك تكون فاهم للانماط الشائعة للاخطاء، زي بيانات من غير تحقق، تعامل سيء مع الذاكرة، صلاحيات زيادة عن اللزوم. هديك تشبيه برضه عشان تبقى فاهم. البرمجة زي انك تتكلم لغة جديدة في بلد تانية، ممكن تتصرف من غيرها شوية، بس عمرك ما هتبقى ابن البلد غير لما تتعلمها. واللي بيتكلم اللغة بيفهم القوانين وبيعرف يتفاوض ويمشي أمور بحرية. وما تخافش، هنا مفيش امتحان، الموضوع مهارة بتزيد مع الوقت. كل يوم مثلا 20 دقيقة من وقتك، بعد شهور هتبص ورا وتضحك، وأنا كنت بخاف من ده. في نوع كده من الناس بيكون ماشي بطريقة من التفكير والممارسة العملية بشكل عامل ازاي؟ بان هي بتبدأ وتوقف الحاجة بسرعة، وده بيكون من النوع الناس اللي مش بتقدر توصل لحاجة على المدى البعيد،
ولكن على النقيض في نوع تاني تماما من الناس بتكون فاضلة ثابتة مكانها وبتتحرك بشكل مستمر وبتوصل. والفرق بينهم على فكرة مش في ان ده ذكي وده مش ذكي، لا خالص، لكن الفرق في الذهنية. عايز العقلية الصح ليه وازاي؟ عندك حاجة واحدة بس محتاج انك تبدأ بيها، وهي الصبر. مش كل حاجة هتفهمها من أول مرة، لا خالص، بالعكس، في حاجة ممكن تكون محتاجة مرة وتتفهم، حاجة محتاجة أكتر من مرة عشان تتفهم. وكمان الأخلاقيات، أي تدريب لازم يكون قانوني وعلى بيئات مخصصة. ما ينفعش تكون من الأشخاص اللي بتفكر إن هي داخلة تتعلم حاجة معينة عشان هدفها الوحيد والشاغل إن هي تأذي بيه اللي حواليها. انت كده مش داخل تتعلم مهارة، انت كده داخل يعني معلش في الكلمة، زي ما تكون داخل خناقة شوارع، او داخل يعني عايز تكون بلطجي، مش عايز تكون شخص صاحب علم. وكمان حاجة مهمة جدا ان لازم الشخص يكون بيتعلم بشكل مستمر. المجال بيتغير بسرعة وتغييراته يعني بتكون جذرية، واللي اتعلمته السنة اللي فاتت لازم تحدثه السنة دي. ما ينفعش ان انت تكون مقتنع من جواك ان اللي انت اتعلمته انا خلاص، انا اتعلمت وقفلت التارجت وكده خلاص مش محتاج اعرف معلومات جديدة. الكلام ده غلط تماما، لان انت لو انت مثلا في السنة اللي فاتت كان ترتيبك العاشر وفضلت زي ما انت، ترتيبك هيبدأ ينزل لحد ما تختفي من الساحة تماما. وكمان الممارسة لازم تكون موجودة عندك، لازم تشتغل على لابات قانونية وبيئات معمولة عشان تتدرب من غير كمان ما تضر بأي حد. ولازم تحل تحديات بتقيس فهمك ومهاراتك، مرة في الشبكات، مرة في الويب، مرة في أنظمة التشغيل. وكمان تعمل لنفسك مشروع صغير كده توثق بيه ملاحظاتك. اعمل لنفسك دفتر لقطات شاشة، وقيم تقدمك دوت كل شهر أو كل شهرين على حسب الفترة اللي انت عايز تشوف نفسك فيها بقيت أحسن ولا لأ. بص هقولك، عارف أكتر حاجة فرقت معايا؟ إني كنت بكتب اللي اتعلمته حتى لو بسيط. بعد شهور لقيت كنز رجعت له وانا بشتغل، وبصراحة هو انقذني كتير جدا. طبعا بعد الكلام الكتير جدا اللي قلته، يعني لو انت متابعني من اول الفيديو لسه مكمل لحد هنا، ممكن يكون مخليك حاسس ان انت تايه دلوقتي او انت مش فاهم حاجة، هو الراجل ده بيقول ايه ولا عايز يوصلنا لايه. بص يا سيدي هقولك، عشان برضو ما نتوهش مع بعض، انا شايف ان انت احسن حاجة فعلا هتفيدك وهتخليك تقدر ان انت تحقق حاجة بجد ان انت تعمل خطة. انا من وجهة نظري شايف ان يعتبر افضل خطة ان انت تعمل حاجة زي روتين كده، يكون كبداية ان انت تمشي اسبوعين اسبوعين لكل قسم من الاقسام اللي انا قلتها من اول الفيديو لحد دلوقتي، اللي هم 4 اقسام، اللي هم مبادئ علوم الحاسب والشبكات وانظمة التشغيل اللي هي اساسية لينكس ومبادئ البرمجة. وممكن تاخد اسبوع اضافي مثلا لابات وتطبيقات عملية متنوعة، عشان ايه؟ عشان توثق اللي انت اتعلمته. فاكيد هتمشي الاسبوع الاول والتاني ان انت تتاسس في علوم الحاسوب وتفهم المفاهيم والنظام والذاكره والصلاحيات والملفات وما الى اخره. وتاخد الاسبوعين اللي بعدهم على طول تفهم الشبكات بقى، زي عناوين الاي بي والخدمات اللي هي البورتات والتشفير والاتصالات وفهم طبقات الاتصالات اللي هي الاس اي لايرز. وبعد كده طبعا تخش على لينكس بقى زي ما قلت لك، تبدا بقى تتعامل معاه. وبعدين برضو كده كده انا برضو شايف ان لينكس ده القسم الوحيد اللي بينهم اللي انت لازم تاخده يوميا، يعني اعتبره زي ضلك كده. لو اتعلمت اي حاجه لازم تفتح لينكس ده على الاقل شويه، او لو تقدر تتعامل مع نظام اللينكس نفسه كنظام اساسي بديل للويندوز في حياتك بشكل عام. ده هيكون متميز وممتاز جدا ليك، لان انت هتكون خلاص اتعودت على النظام بعد شويه. وطبعا نفس الموضوع برضو في مبادئ البرمجة، تشوف المدخلات والمخرجات والتفكير المنظم وتقدر تعدل أدوات بسيطة وما هكذا. بس برضو أنت مش لازم تمشي بالحرف على اللي أنا بقوله، بس أنا بديك مثال يعني عشان تمشي. المهم إن أنت تمشي بخطة عشان الخطة بتقلل التشتت. ولو لسه برضو موجود لغاية دلوقتي وما عملتش لايك، اعمل لايك عشان أنا عارف إن أنت نسيت صديقي العزيز. ولو لسه ما دخلتش على قناة التليجرام ادخل دلوقتي عشان الجداول والملفات هتلاقيها هناك جاهزة للطباعة. دي بعض الأسئلة اللي اتعرضت عليا واللي شفتها في حياتي العملية، حبيت أشاركها معاكم قبل ما أقفل الفيديو، عشان برضو تكون دي ممكن تكون من ضمن الأسئلة إن انتوا بتفكروا فيها بشكل شخصي. أول سؤال اللي اتسأل واللي أنا شفته بعناية إن هو سؤال كان بيقول هل المجال صعب عليا ولا لأ؟ وطبعا زي ما أنا جاوبت في أول فيديو إن هو عميق بس بيتاخد درجة درجة. هو مش صعب، بس هو محتاج إن اللي يمشي ماشي صح واللي يمشي صح بيعدي حتى لو ببطء، المهم ان هو هيعدي في الاخر. سؤال تاني كان بيسأل وبيقول ابدأ منين وانا شغلي كتير وما عنديش وقت في يومي. الموضوع بسيط جدا، لو خصصت من اليوم بس ل 30 لساعة، يعني نص ساعة لساعة، من 30 دقيقة لساعة،
يوميا هتكفي. الاهم بس ان انت تستمر كل يوم، هو دي النقطة الوحيدة اللي هتضيف لك قيمة. بعد كده بعد شهور هتعرف وتتأكد مليون في المية ان انت عملت حاجة حتى لو يومك مضغوط شوية. اعتقد نص ساعة ناس كتير بتقضيها في حاجات ملهاش لازمة، لكن لو فدت بقى نفسك هي اللي هتفرق معاك فعلا قدام. كمان سؤال تاني كان حد بيسأل بيقول هو انا لازم اكون عبقري الرياضيات عشان اقدر اخش المجال ده؟ الاجابة لا طبعا، انت محتاج بس تكون عندك منطق وفضول، والباقي بالممارسة بيجي. وسؤال أخير، أتعلم أدوات الأول ولا الأساسيات؟ الإجابة طبعا أكيد هتكون الأساسيات الأول، بعدها بقى أي أداة هتبقى مفهومة، مش هتبقى بالنسبة لك سحر، هتبقى حاجة منطقية. لأن في ناس كتير جدا بتكون فاكرة إن الهاكر دوت شخص بيعمل زي تعويذ كده، يعني بيعمل حاجات غير منطقية بالمرة، بيخترق بصورة وبيخترق بلينك وبيعمل حاجات مش عارف بتطير وبيعمل حاجات غريبة يعني. المهم لو وصلت لغاية هنا يبقى أنت جاد وناوي تتعلم، وإن شاء الله تقدر نفيدك. وعندك دلوقتي خريطة التعلم بقت موجودة أكيد بما إنك سمعت الفيديو، اللي هي كمبيوتر ساينس، مبادئ علوم الحاسب والشبكات واللينكس والبرمجة، وكمان معاهم عقلية هاكر فضولي وأخلاقي. ابدأ النهاردة حتى بس لو ب20 دقيقة، بعد شهور هتبص لنفسك وتقول هو أنا فعلا اتغيرت، وهتلاحظ التغير ده بنفسك. وما تنساش تعمل اشتراك دلوقتي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو اخبط لنا لايك واعمل شير لو الفيديو افادك عشان يوصل لناس اكتر. وما تنساش كل الملفات والملخصات والتمارين هتنزل على التليجرام ان شاء الله، وهتلاقي اللينك سيبولك في الديسكريبشن. ادخل وخلينا نتحرك سوا. انا سيف سيكلينج، ودي كانت الحلقة التانية من سلسلة من الصفر للاحتراف. استعد للحلقات الجاية لاننا هنبدأ نطبق التطبيق العملي خطوة بخطوة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.